السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف الحال والأحوال؟ نتمنىكم تكونوا في أتم الصحة والعافية، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتوا الصحة والسلامة. اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات. اليوم إن شاء الله غنشاركوا مع بعضياتنا واحد السردين اللي كيجي في الكوكوط اللي كيجي أكثر من رائع صراحة، كيجي لذيذ وبنين وأحسن من داك اللي كنشريو في المحلات. يعني هذه غير خذوها مني كفكرة، قلت غنشارك معكم هذه الوصفه هذه. ونعاود ما نشريو داك المعلب اللي كيكون في المحلات ما كنعرفوا اشنو كناكلو، ونظرا لغلاء المعيشه قلت اجي ندير هذا السردين في الكوكوط ونعمر به البيطيبيطات ديالي او لي شوسون او في البيتزا. المهم نعرف نجاري راسي لان الوقت غدا وكتزير. الله يرفع علينا هذا الغلاء يا ربي سيدي ومولاي، وان شاء الله نشاركوا مع بعضياتنا هذه الوصفه هذه، وكنتمنى انا تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. ندوزو دابا لطريقه التحضير السردين اللي كيجي في الكوكوط اللي كيجي اكثر من رائع. غنحتاجو هنايا واحد الكميه ديال السردين، يعني الكميه اللي بغيتو نتوما تحضروا بها. وعندي هنايا كاس مع مرش ديال الزيت، الا كانت عندكم زيت البلديه حتى هي ضيفوها مع زيت النباتيه. وعندي هنايا كاس مع مرش ديال الماء، وعندي هنايا واحد جوج حتى ثلاثه فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال الخل والملح على حسب الذوق. عندي السردين ديالي انايا ها هو هنايا، ومن بعد ما يعني صيبته ونقيته وحيت ليه يعني الشوك اللي كيكون عنده في الظهر، وحيت ليه الشوك اللي كيكون هنايا في الجناب. وغادي غادي نصايب معكم واحد جوج ولا ثلاثه ديال السرديلات، ها هما هادو. يعني غنوريكم غير الناس المبتدئات اللي ما عارفينش. غنحيدوا ليه هاد الشوك اللي كيكون في الظهر، وغنحيدوا ليه هادي غنحيدوها ليه بالمقص باش السردين يتحطوا كيعطينا واحد المنظر حتى هو كيكون زوين. قطعوه هكا باش كيعطينا الديكور ديالو ها هو زوين. من هنايا غنخدم معكم الثانيه. نحيدو لها حتى هي هادشي اللي هنايا لتحت هاد لاطير ديالو، نحيدو ليه كاع الشوك اللي كيكون. نزيد معكم هذه حتى هي. استسمح الكوكوط كدور، راكم عارفين سيدنا رمضان انا غير غنوريكم كيفاش تبغيو تحيدوه. هي الطريقه هذه باش ملي تبغيو تاكلوه يعني ما تلقاوش فيه الشوك. صافي دابا ها هو السردين ديالنا هو واجد، هو نقي ومصايب كما كيبان لكم، يعني حيت لي كاع الشوك اللي كيكون. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا غادي ناخذوا الكوكوط ديالنا، غندير فيها بسم الله، غندير فيها الزيت، غنديروا فيها الماء، غندير هنا جوج معالق كبار ديال الخل، جوج معالق كبار ديال الخل. غندير نضيف الملحه، غادي نحرك هنا. دابا ان شاء الله غادي نستف السردين ديالي. بسم الله. انا درت هاد الكوكوط كبيره باش ما نديرش بزاف شي فوق شي، وانتم الكميه اللي عندكم ديال السردين.
غنحاول نخلي واحد شويه ما بين كل وحده باش ملي يطيب ما يجينيش شي فوق شي. المهم غنبقى على هاد الطريقه هذه حتى نكمل السردين اللي عندي، وفي نفس الوقت ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو. انا عارفين دابا بنادم مع رمضان بنادم صايم، يعني حنا كنبغيو شي حاجه تكون خفيفه، خلاو خف نزربن دغيا توجد دغيا تحضر دغيا تحط. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين تنكمل الكميه اللي عندي ونرجع لكم. انا من بعد ما استفت السردين ديالي كما كيبان لكم، دابا غادي نزيد نضيف عليه واحد 3 أو 4 ديال الورق سيدنا موسى. غادي نزيد هنايا واحد 3 فصول ديال الثوم. حنا كنعرفوا سيدنا رمضان الوحده ما خاصوش يدير الثومه بزاف، ولكن السردين ضروري خاصو الثومه. السردين كما شفتوه استفتو وحده وضفت في الاخر الثومه ورقه سيدنا موسى. دابا غنسد عليه الكوكوط وغديروا في عافيه متوسطه. هذه العمليه اللي هي مهمه، عافيه تكون متوسطه، وان فوا الصفاره ديالكم الدور تنقصوا ليه عافيه مهيله. غتحسبوا ليه 3 4 دقائق وغطفيو عليه. الا وغتحلوا عليه الكوكوط لقيتو فيه باقي الماء غتعاودوا تسدوا عليه. الا لقيتو نشف من الماء وبقات غير ديك الزويته عرفوا بان السردين راه طاب. المهم انا كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح. هنايا حليت على الكوكوط ديالي لقيت باقي فيها الماء كما كيبان لكم، خاص حتى ما يبقاش فيه هذاك الماء، يبقى على الزيت. دابا غادي نعاود نسد عليها ونديرها عاوتاني طيب. السردين كما قلت لكم تتبقى لك الزويته هي اللي باش تعرفوا راه السردين ديالكم راه طاب. دابا ها هو ديالي السردين ها هو طاب، بقات غير الزيت. المهم غتحسبوا لي تقريبا ملي تدور لكم الصفاره حسبوا لي شي 10 ديال الدقائق على عافيه مهيله كما قلت لكم، وحلوا عليه. لقيتو باقي فيه داك الماء عاودوا سدوا عليها وخليها طيب تتبقى غير الزيت. هنايا انا خديت شوبينه ودرت فيها السردين ديالي وغنزلو في الثلاجه، يعني الوقت اللي بغيتو احتاجيتو غنخدم به، سواء بيتزا سواء بطبيطات صغار سواء لي شوسون. المهم الوقت اللي احتاجيتو غادي نلقاه ان شاء الله بحول الله. وهذه غير كفكره. المهم الا كنتو بغيتو ديروا بها او قولوا لي في التعليق كي جاتكم هذه الفكره هذه. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم تنال الاستحسان ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد وبصحه فطوركم، وان شاء الله ما نسمع لكم غير الخير. واستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه.